تفتكر انت شكلك حلو، وتفتكر هل الناس في الشارع بيشوفوك بنفس الطريقه اللي انت بتشوف بيها شكلك؟ انت لو عايز نطلع كده بعد ساعتين ثلاثه قول لي، عشان لو كده الحق دلوقتي. الحلقه دي هتصدمك عن ازاي انت بتشوف نفسك في المرايه، وازاي الناس في الشارع بيشوفوك. انا تحت البيت. بتعمل ايه تحت البيت؟ لان على عكس المتوقع، اللي انت بتشوفه في المرايه ده شخص، واللي الناس بيشوفوه في الشارع شخص تاني، وده اللي هنكتشفه النهارده. وعشان كده احنا جبنا اسلام، رسام محترف ومن اكتر الرسامين الموهوبين في مصر، وهنخليه يرسم النهارده شخص عشوائي من الشارع. اسلام هيرسم الشخص ده مرتين، مره بوصف الشخص ده عن شكله، ومره بوصف واحد غريب عن شكل الشخص ده. والتحدي الاكبر ان اسلام لازم ما يشوفش الشخص ده خالص مهما حصل، الا لما التجربه تخلص. وفي الاخر هنقارن بين شكل الشخص ده في الرسمتين، وهنعرف هل منظور الشخص ده عن شكله افضل ولا منظور الناس اللي بتشوفه في الشارع. وبالمناسبه دي مش التجربه الوحيده اللي عملناها في الحلقه دي، في تجربه تانية عملناها في اخر الحلقه خلت الناس تتصدم عن شكلها، فتاكدوا انكم متابعين الحلقه دي للاخر. مسا بالاصدقاء. طيب سريعا كده عشان تعرفوا فكره الحلقه جت منين. الفتره اللي فاتت انا كنت قاعد بقلب على السوشيال ميديا، وظهر لي الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بعتذر طبعا جدا على بشاعه الصوره، بس اللي ما تعرفوهوش ان الصوره دي وراها قصه هتصدمكم. البنت اللي انتوا شايفينها في الصوره دي اسمها هانج ميكو. في الوقت اللي اتصورت فيه الصوره دي كان عندها حوالي 28 سنه. بنت شكلها ما شاء الله طبيعي جدا، ما فيهوش اي حاجه. فعملت ايه بقى؟ قامت جايه في نفس السنه دي وعملت عمليه تجميل، والعمليه دي كانت عاملاها عشان تنعم بشرتها، مع ان اصلا شكلها ما فيهوش اي حاجه. المهم ان اللي هيحصل بعد العمليه دي هيقلب حياتها 180 درجه. الاستاذه بعد ما عملت العمليه دي جالها حاجه اسمها البيوتي ادكشن، اللي هو ادمان الجمال او عمليات التجميل، بسبب انها مش راضيه عن شكلها وعن الخلقه اللي اداها لها ربنا سبحانه وتعالى. فبدات تعمل عمليات تجميل كتير جدا بشكل هستيري، لدرجه ان دكاتره التجميل اللي كانت بتعمل عندهم من كتر ما عملت عمليات قالوا لها خلاص مش هنعمل لك تاني. وفعلا كل دكاتره التجميل اللي كانت بتروح لهم كانوا بيرفضوا يعملوا لها اي عمليه. تقوم الاستاذه هانج بقى عامله ايه؟ شوفوا الادمان هيوصلها لفين. هانج بدات تكلم واحد اسمه تولي. تولي ده كان واحد بيبيع حقن سيليكون بشكل غير مصرح، فبدات تاخد منه كل الحقن اللي معاه، وحقنت نفسها بيهم كلهم بدون اي اشراف دكتور. ويا ريت الموضوع وقف لحد هنا. لما السيليكون خلص منها وما عرفتش تجيب تاني من تولي ده، قعدت تفكر ايه البديل اللي تحقن بيه وشها. تخيلوا يا جماعه عملت ايه؟ حقنت وشها بزيت اكل. والله بجد ما مصدق اللي بقوله، حقنت وشها بزيت اكل. يعني شوفوا الادمان وصل معاها لفين. طبعا اول ما عملت كده وشها باظ، وحصل تورم وتليف لجلد وشها، وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم ده. حاجه يعني والله صعبه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. طبعا حياتها اتحولت لجحيم بعد ما عملت كده، وبدات بقى تطلع في برامج كتيره تترجى الناس انهم يتبرعوا لها عشان ترجع وشها تاني زي الاول. خلقت ربنا اللي اتبطرت عليها في الاول دلوقتي بتتمنى انها ترجع. وبالفعل الناس اتبرعت وعملت عمليات كتيره جدا، والدكاتره حاولوا يخرجوا كل اللي حقنته في وشها. ويقال انهم طلعوا من وشها 30 جرام سيليكون و20 جرام زيت اكل من وشها. انتوا متخيلين؟ وانا بقرا القصه دي بصراحه جه في دماغي سؤال، ليه البنت دي عملت عمليات التجميل الكتيره قوي دي وبوظت وشها ووصل بيها الدرجه انها حقنت وشها زيت اكل، مع ان اصلا في الاول شكلها ما شاء الله يعني كان جميل، يعني ما فيهوش اي حاجه. لما قعدت افكر في الموضوع ده اللي ادركته ان حتى لو شكلها كان جميل بالنسبه لنا، فاكيد بالنسبه لنفسها كان شكلها مش جميل، او كانت شايفه نفسها بطريقه مختلفه عن نظرتنا عنها، والا ما كانتش عملت كل ده في وشها. وبصراحه انا حسيت ان دي نظره معظم الناس عن نفسهم، مش البنت دي بس. معظم الناس بيشوفوا شكلهم اسوأ من نظره الناس ليهم، مع ان ما شاء الله شكلهم حلو جدا. وعشان اثبت لك ده احنا عملنا تجربه. التجربه عباره عن اني رحت الاسلام، رسام محترف. انا اسلام عطيه، بقدم محتوى على السوشيال ميديا عن الرسم الاكاديمي، وبقالي 2.5 بدرس لناس من داخل مصر ومن خارج مصر من دول مختلفه. اسلام ما شاء الله شاطر جدا في الرسم، لدرجه اني اندهشت لما شفت الفيديوهات بتاعته اللي بيرسم فيها، وقدر يحول الهوايه دي لبزنس وبيدرب ناس من كل حته في الوطن العربي. ايه هي بقى فكره التجربه عشان ما نتوهش من بعض؟ احنا هننزل الشارع. متحمس جدا اعرف نتيجه التجربه دي، بس الفكره ان احنا نلاقي الشخص اللي هيوافق ان يترسم. فدلوقتي احنا في رحله البحث عن التدوير عن الشخص ده، فنشوف بقى ايه اللي هيحصل. وهخلي اسلام يقعد في مكان. اسلام هناك اهو دلوقتي رايح على المكان، مش هيشوف الشخص خالص اللي هو يرسمه. اسلام لازما ما يشوفش الشخص ده. ليه بقى؟ عشان اسلام هيبدا يرسم الشخص العشوائي ده بوصفه عن شكله، ودي هتبقى رسمه معانا. وبعد كده هنجيب حد عشوائي وهنخليه يوصف نفس الشخص ده لاسلام. فبالتالي احنا هيكون معانا رسمتين، رسمه لمنظور الشخص عن شكله، ورسمه لمنظور واحد غريب عن شكل الشخص ده، وهنقارن بينهم انهي واحده فيهم تطلع.
المشكله ان اليوم ده درجه الحراره فيه اصلا كانت تقريبا 39، يعني كنا بنسيح، وكان التحدي الاكبر اصلا بالنسبه لنا ان احنا نلاقي الشخص اللي يوافق يعمل معانا التجربه. طبعا انا لما كنت بروح لاي حد عشان اقول له فكره التجربه ويعملها معانا كان بيرفض، ممكن بقى يسيبني ويمشي وما الحقش اصلا اكمل معاه كلام لحد ما قفشنا واحد. مساء الخير. ممكن نصور معاك كده؟ بنعمل تجربه. تحب ان انت تصور معانا؟ اكيد طبعا. طب يلا. الفكره بتاعت الحلقه ان احنا بنجيب شخص ومعانا رسام، الرسام ده هيرسمك بس هو مش هيشوفك، انت هتوصف له نفسك وهيبدا ان هو يرسمك، اوكي؟ بعد كده احنا هنبدا ان احنا الرسمه دي هنخليها معانا، وهنجيب شخص ثاني من الشارع ما شافكش قبل كده برضه، هيشوفك لمده دقيقه، بعد كده هيبدا يوصفك للرسام تاني، وهيبقى معانا نسختين من الرسمه، رسمه انت وصفت نفسك للرسام ورسمه تاني حد تاني وصفك، وهنقارن بين الرسمتين. لا هو بص، هو مش هيشوفك خالص، انت بس هتبدا ان انت توصف نفسك ليه، وبعد كده بقى هو هيبدا ان هو يرسم وصفك ده. ماشي. وشي لا لا منه، يعني مش مدور ومش مربع، يعني عادي. عندك ده؟ عندي ده متدرجه، خفيفه من الجناب وتقيله من ناحيه اللي هو الدوجلاس كده، كله دقني كلها تقيله ما عدا الجناب خفيف. تخين؟ ايه؟ وشك تخين؟ عادي، لا يعني بتمرن اصلا فمش تخين، لا. شعرك ناعم؟ شويه. درجه برضه ولا؟ مدرجه. جنب عيني عندي حاجه زي مش تعويره، يعني زي خربوش كده في وشي. انا كده خلاص خلصت. طن. ماشي، ممكن اخلي الرسمه دي. لا استنى، انا عايزه بس صغيره الكاميرا الاول. احنا كده ده كده الرسمه بوصفك انت. اوكي. طبعا كل الظروف في الشارع كانت ضدنا، الناس ماشيه في الشارع وشايفيننا بنصور ومش فاهمين احنا بنعمل ايه، لحد ما اسلام خلص الرسمه الاولى وبدانا في الرسمه الثانيه، واللي كان مطلوب من اسلام انه يحول وصف ايهاب ده لرسمه شبه الوصف. طب احنا دلوقتي عشان في الشارع درجه الحراره عاليه، فبالتالي مفيش ناس كتير ماشيه في الشارع، فهناخد ايهاب معانا في التيم. ايهاب لسه شايفه يعتبر، فاحنا هنخلي ايهاب يوصفه لاسلام، فهنشوف بقى هنقارن بين الرسمتين، هنقارن بين وصف ايهاب ليه وبين وصفه لنفسه. وشه مش مدور قوي، بيضاوي كده، شعره متدرج برضو من النص يعني، وفوق يعني عالي مش قوي، ونزل على يمين. جبهته طويله ولا يعني مش قوي، لا يعني بص له بجنب وشه كده بروفيل، شوف جبهته يعني 3 صوابع كده مثلا. منحنيه لورا اكتر ولا طالعه ستريت مثلا؟ يعني بص مش راجعه لورا بس مش قوي، سنه بسيطه. فيها زي كسره في النص ولا طالعه ستريت على طول؟ لا طالعه ستريت. حواجبه تقيله ويعني متحدده من الاخر كده شويه، عينيه واسعه ورموشه طويله، مناخيره مش كبيره ولا صغيره قوي يعني في النص، دقنه متدرجه نازله على دقنه تحت تقيل، وشنبه برضه يعني حته الدوجلاس بتاعته تقيله، ودقنه صغيره برضه بس وخدوده مش كبيره قوي برضه. ممكن نقول تمام كده. اللزاز بس يعني دي انا حاسس ان هي دي احسن بصراحه، يعني اللي هي فيها يعني قريبه شويه للواقع، جايز انت تشوف الرسمتين. ماشي يلا. شايف انهي واحده فيهم احسن كشكل؟ دي كشكل. طب انت شايف انهي واحده فيهم اقرب اللي انت حاسه ان هو شبهك انت؟ بص، دي اقرب اكتر لشكلي، بس لو يعني هو دي بس الملامح زي ما يكون حد كبير، جميل، شخص اكبر، تدويره الوش بس، لكن دي اقرب لشكلي، بس دي احلى في الرسم. طب يا جماعه، دي دلوقتي الرسمه اللي هو رسمها، اللي هو وصفها الاسلام، دي اللي هو وصفها عن نفسه، ودي الرسمه اللي ايهاب وصفها الاسلام، يعني دي الطريقه اللي الناس بتشوفه بيها، ودي الطريقه اللي هو بيشوف بيها نفسه. انت جاهز تشوفه؟ يلا بينا. يلا. يا نهار ابيض. شفت بقى؟ شفت مكبرني في الصوره، بس وصفك خلاني جبتك قريب منك. ايوه بس في السن اكبر، فرق سنتين 3. لا فرق يعني 5 6 يا عم ماشي. انت لو عايز نطلع كده بعد 2 3 قول لي، عشان لو كده الحق انتحر دلوقتي. لا بس ما شاء الله تحفه. عينيك ضيقه شويه اكتر لما بتضحك، عينيك ضيقه شويه بس تحفه ما شاء الله، الصوره جميله الصراحه والرسم تحفه. لا ما شاء الله عليك. قريبه منك عن نفسه اكتر. تعالى احنا هناخد رايك في حاجه، تظهر في برنامج. تعالى انت حاسس انهي واحده فيهم كشكل احسن؟ دي طب اشمعنى دي انت حاسسها احسن؟ لا شخبطه شويه دي، بس انت حاسس كشكل بني ادم دي احسن. دي احسن. شايف انهي رسمه فيهم شكلها احسن؟ ايه هي دي. انهي واحده؟ دي
دي اللي هي دي صح؟ طبعا انا اتفاجئت لما شفت الرسمتين، وشفت ان الرسمه التانيه اللي ايهاب وصف شكله فيها كانت احسن بكتير من وصفه عن نفسه، وده ما كانش رايي انا بس، وده يثبت لك قد ايه ان في ناس كتير من اللي ما بيحبوش نفسهم ان هم بيكونوا حاكمين على نفسهم بطريقه وحشه، وان الناس بتشوفهم اجمل بكتير من ان هم شايفين نفسهم. يعني يا اخي ما تحكمش على نفسك ولا مظهرك بطريقه وحشه، اتعلم انك تصاحب نفسك دايما وتفكرها بمميزاتها، لان اللي بتقوله عن نفسك لنفسك هو انعكاسك للناس. افضل قول لنفسك ان شكلك وحش، هتلاقي تلقائيا الناس بتشوفك بالطريقه دي، مع ان ده مش حقيقه. والدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال وصوركم فاحسن صوركم. فارجوك حسن نظرتك عن نفسك وكلم نفسك بالراحه شويه. بس اهم حاجه ما تنسوش ان دي مش التجربه الوحيده اللي عملناها في الحلقه دي، في تجربه تانية عملناها في اخر الحلقه كانت مؤثره جدا بالنسبه لي، فتاكدوا انكم متابعين للاخر وصحوا وقولوا لي اني رسمه في الرسمتين انتوا شايفينها احسن بالنسبه لكم. عارفين بقى ايه اللي اثبت لي حوار ان احنا بنشوف نفسنا اوحش مما الناس بتشوفنا؟ لما بدات اخلي الناس في الشارع يقيموا شكلهم من 10. مساء الخير. ايه الاخبار؟ انت تقيم شكلك كم من 10؟ 4 من 10. 4 من 10؟ يعني اقول مثلا انا حاسس ان ممكن انا 5 من 10 يعني نص 5 من 10؟ اه. طب انت تقيم شكلك كم من 10؟ 5 من 10 بدون تواضع. ارفع الليفل شويه. لو لاحظتوا هتلاقوا ان في عامل مشترك بين الثلاثه دول، هو ان تقييمهم لنفسهم قليل، وده معناه ان معظم الناس بتشوف ان شكلها وجمالها اقل مما الناس بتشوفها. المشكله ان لو شاب او شابه صغيره لسه في سن المراهقه، او واحد ثقته في نفسه قليله بسبب شكله، ده ممكن يخليه للاسف يدخل في سكه اسوأ دوامه في الكون، وهي عمليات التجميل. ازيك؟ الحمد لله كله تمام. تمام. انا عايز اعرف انتوا مين وبتعملوا ايه؟ انا دكتور اميره، مانجر اكاديمي الفارس، اول اكاديميه في مصر بتقدم دبلومات في مجالات التجميل لا جراحي والتغذيه العلاجيه والمنتجات الطبيه. ده اول مؤتمر لينا، مؤتمر 3 سيسترز نيوتري ديرما كونفرنس. دلوقتي انا عايز اعرف ليه ممكن حد يعمل عمليه تجميل، واحنا لما نشوفه كده يعني احنا حاسين ان هو مش محتاجها، بس ليه ممكن ان هو يعمل عمليه تجميل؟ انسان طبيعي يعني. اللي معاه قرش محيره ايه؟ يجيب حمام ويطيره بس خلاص. انا بشوف ناس كتير ان هي مش محتاجه عمليات تجميل، بس هو شايف نفسه ان هو وحش. هل في ناس زي كده بتيجي وبتبقى عايز تعمل عمليات تجميل؟ كتير جدا، وبنفضل نقنع كده، لا دكتور انا عيني نازله على حواجبي نازله على عيني، لا يا دكتور انا مناخيري كبيره جدا وهي مناخيرها عاديه عادي. طب انت جالك حد قبل كده كان عاوز يعمل عمليه تجميل وهو مش محتاج؟ طيب قولي لنا اغرب حاجه كده جات لك. جالي حد كان عايز يعمل سيرجري نوز يعني، يصغر مناخيره. يصغر مناخيره. اوكي. وكان طلب مني ارشح له سيرجري وهو ما كانش محتاج، ده حقيقي. شوف يعني كل الدكاتره اللي في المؤتمر قالوا يعني والله العظيم حاجه تزعل. المشكله ان معظمهم شباب صغيره مراهقين، واللي يزعلك اكتر ان ممكن حاجه زي كده تكون مسببه لهم الم نفسي. دي اغرب حاجه بقى جات لك في الصيدليه كانت ليها علاقه بموضوع التجميل ده؟ اغرب حاجه جات لك وانت ما نسيتيهاش؟ اغرب حاجه ان هم يقلدوا بعض، يعني روتين بيمشي مع واحده عايزه تقلد نفس الروتين بتاع صاحبتها بس لمجرد ان هو جايب نتيجه معاه. انا كشاب ومع احترامي لكل الناس انا ضد موضوع عمليات التجميل نهائي، الا في الحالات اللي حصل حاجه للانسان بوظت شكله وبقى موضوع عمليه التجميل حياه او موت. حد بقى حصل له حرق، حد حصل له حاجه غيرت من شكله الاساسي اللي ربنا خلقه عليه. انما بقى الحاجات اللي هي بتاعت حقن الشفايف وحقن الوش وتنعيم البشره انا بصراحه مش مع ده خالص. ولازم تعرف الاول عمليات التجميل دي اساسها ايه. عمليات التجميل بدات تظهر بعد الحرب العالميه، وده بسبب ان الجنود في الحرب كان بيحصل في وشهم جروح وحاجات خطيره جدا، وكانت بتكون اشكالهم مش عارف هنقدر نحط الصور ولا لا صعبه. ومن هنا جت فكره عمليات التجميل، اساسها انها بتعالج تشوه حصل. واحد مش هينفع يكمل حياته بالشكل ده، مش بقى حد عاوز يكبر شفايفه ويصغر مناخيره ويحدد وشه. يعني يا جماعه ده مش اكيد السبب اللي ربنا خلانا يجي لنا فكره عمليات التجميل عشان نعمل كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يعني خلونا نبص كده على احصائيات عمليات التجميل في العالم النهارده. كل سنه في 38 مليون عمليه تجميل بتتعمل، من شد الوش والجسم وجراحات الانف وتكبير الثدي. منهم 6.5 مليون في السنه في الوش بس. 6.5 مليون شخص بيعدلوا في خلقتهم، اكتر من 85% منهم ستات وال15% رجاله. ايه بقى اللي بيخلي الناس دي تعمل عمليات تجميل؟ الدافع ورا اللي بيعملوها برضه متقسم لنسب. 70% بيعملوها بهدف ان ثقتهم في نفسهم تزيد، ودي فكره غلط تماما. 67% بيعتقدوا انهم لو عملوها حياتهم هتكون افضل. 55% بهدف الظهور باجمل شكل قدام الناس وتقليل التوتر الاجتماعي. وكل دي اوهام، الناس دي حرفيا بتجري ورا سراب. السوشيال ميديا طبعا مصدر اكتئاب للاسف، مصدر اكتئاب. السوشيال ميديا ممكن واحد يبقى عادي بس هو بيشوف الممثل الفلاني او مش شرط الممثل او البلوجر الفلاني او فلان الفلاني مع العربيه الفارهه ورايح قاعد في مراسي ولا قاعد في اسيندا ولا قاعد في
فلان بلوجر او ممثله او ايا كان. طبعا الانفلونسرز دلوقتي في المجتمع بقوا شريحه كبيره جدا من مجتمعنا، فالناس كلها بقت عايزه تعيش الحياه دي، تعمل اللي هم بيعملوه. بقى هو ده الرول موديل بتاعنا، ان انا كل يوم بشوف الفلتر ده مطلع الانفلونسر دي عامله ولا البلوجر دي شكلها عامل ازاي، هو في الاخر كلها فلاتر. بيبقوا شايفين ناس مثلا على السوشيال ميديا، تيك توك، الانستا، فبيبقوا حابين الشخصيه دي فبيروحوا ان هم عايزين يبقوا زيها. بس احنا يعني في بنات اللي هو يلا انا بواكب العصر، بواكب الترندات اللي طالعه. السوشيال ميديا واحدة من أسوأ تأثيراتها هي فكرة المقارنات الكتيرة اللي بقت بتحط الإنسان فيها. أقعد أقارن نفسي بالممثل أو المشهور الفلاني، أقعد أقارن شكلي بشكله وظروفي بظروفه، مع إني أصلا ما شفتش من حياته غير كام دقيقة في اليوم. لا ده كمان في المصيبة الأكبر، موضوع الفلاتر. يعني أنا مش عارف أنت هتصدقني ولا لأ لما أقول لك ده، إن 79% من دكاترة التجميل بيقولوا إن معظم الناس اللي بيجوا لهم بيكونوا عاوزين يكونوا شبه الفلتر اللي اتصوروا بيه أو شبه الانفلونسر اللي بيتابعوه. والموضوع ده بقى كبير قوي لدرجة اللي أنا كنت مخصص له حلقة اسمها مدمن فلاتر، بتدخلوا شوفوها. وكل ده عشان الناس بتجري ورا الوهم اللي عاملاه السوشيال ميديا. وعشان اثبت لك ان كل دي اوهام السوشيال ميديا بتعملها، شوف لما سالنا الناس في الشارع عن ايه مواصفات الشخص الجميل بالنسبه لهم قالوا ايه. شكله حلو، نظيف، اسلوبه حلو، يعني يبان ان هو شخص محترم ده كده، فاكيد هيبان انه جميل. لا بشكل عام يكون شكله مرتب بس يعني. بس انت بتدققش في تفاصيل قوي؟ لا ما دغم تفاصيل. طب انت شايف ايه؟ نفس الكلام يعني. لا ما اعتقدش اني بركز في شكله بصراحه، انا ممكن اركز في هيئته يعني، في الهيئه العامه. حد مهندم يعني. اوكي، يعني حد مهندم ماشي بالراحه كده، بس كشكل لا مش بركز في الشكل. شخصيتك هي اللي بتدي انطباع عن شكلك، وهي اللي بتحدد هل الناس تشوفك بشكل وحش او شكل حلو. طريقه تعاملك مع الناس مش بتشوف بعينيها، الناس بتشوف باحساسها وعواطفها. وطريقه التعامل بتاعتك مع الناس هي اللي هتحدد ازاي الناس تشوفك باي طريقه. وده طبعا مش دعوه ان احنا نهمل شكلنا ونكون مهرجلين كده، لا يعني ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال. وعشان اكد لك كلامي عملنا تجربه. الو ازيك يا انجي؟ اي كريم. بقول لك ايه، وانا كشكل تديني كام من 10؟ ايه؟ كشكل تديني كام من 10؟ اديك 10 من 10. يعني مش 9.5 يعني؟ لا 10 من 10. طيب ماشي يلا سلام. هلا سعود، انا الحين قاعد اصور فيديو باليوتيوب. حلو، انا مصر الحين قاعد اصور فيديو باليوتيوب وساليني شنو السؤال؟ تقيم صاحبك يا سعود كم من 10؟ كم تقيمني من 10 كجمال؟ كشكل، كجمال يعني 10 من 10. الله يطول. طالع علي يعني، اكيد راح تطلع من جميل يعني. يا حبيبي يا حبيبي انت. وزي ما قلت لكم ده مش تشجيع لاهمال شكلنا، بل بالعكس الحلقه دي ممكن تكون دافع ليك اقوى انك تهتم بنفسك وتخليك تشوف نظرتك عن شكلك بالطريقه الحقيقيه، انك جميل زي ما كل الناس شايفاك جميل وانت ما تعرفه. واللي اهم من ده كله ان ربنا هو اللي قال كده. حب نفسك، حب شكلك، حب الناس، لان صدقني الموضوع مش هنا، الموضوع كله هنا. وكالعاده ما تنساش تعمل شير.